بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها اعياد ان شاء الله باذن الله، وعيد سعيد يا رب عليكم ان شاء الله. النهارده بقى ايه؟ هشارك معاكم كده اجواء العيد في بيتي وصلاة العيد والكلام ده كله ان شاء الله، يعني هنتشارك كده مع بعض. اتمنى طبعا لو اول مره تشوفيني تدوسي لي كده على كلمه اشتراك وتشرفيني وتنوريني في القناه، وحبايبي اللي متابعيني دايما ما تنسوش اللايك عشان ان شاء الله باذن الله الفيديو كده ايه يرتفع معانا. طبعا ما قدرتش انزله لكم اول يوم العيد طبعا. انتوا عارفين بقى اول يوم بقى، ولو حد هيجي وكده ما لحقتش بصراحه انزله لكم، بس ان شاء الله قلت برضو انزله لكم كده. الاجواء العيد عندنا في البيت. بصوا انا ده كان بالليل، يعني ده كان يوم الوقفه كده بالليل، خدت بقى الشاور ولبست البيجامه الجديده. وحطيت كده الطبق ده كده، جبته احطه فيه الكحك والبسكوت والبوتيفور، دي الحاجات اللي هنقدمها للضيوف. انا بالنسبه لي باحب جدًا، جدًا الحاجات اللي لها غطا، يعني أيًا كان هي إيه أو شكلها إيه، بس ما دام لها غطا أنا باحبها جدًا وبافضّلها جدًا في التقديمات، وخاصةً لو حاجات باجهّزها مثلًا من بدري أو حاجات هاحتفظ بيها كده. يعني هاجهّزها للتقديم أو ضيوف أو كده. أنا بافضّل الحاجات اللي لها غطا، فجِبت طبعًا اللي هو طبق التقديم ده. هو طبعًا مش يعني ممكن يكون مش بتاع كحك أو بسكوت، مش زي الشيّالة. أنا عندي على فكرة الشيّالة، بس يعني إن هي بتبقى مفتوحة، فأنا هاسيب الكلام ده مثلًا طول اليوم كده، أنا ما فضّلتش حاجة زي كده. فالمهم كده زي ما أنتم شايفين أنا عملت الطبق ده للضيوف اللي هييجوا، يبقى جاهز كده يعني عشان لمّا ييجي لي مثلًا ضيوف ما اسيبهمش وأقوم حتى لو هُم مش غُرب، يعني أي نعم اخواتي وكده، بس ما اسيبش بقى اللي قاعد وأقعد أقوم وأشيل وأحط، لأ باجهّز كده كل حاجة، وهتشوفوا أنا هاقدّم الحاجة إزاي وهاعمل إيه برضه. المهم جهّزت الطبق ده كده وغطّيته وخلّيته إيه ده في المكان بتاع الضيوف. وعملت إحنا لنا كمان طبعًا يعني هتقوم بقى الصبح، يعني بنقوم الصبح بناخد كده بسكوتة أو واحدة كحكة أو أي حاجة قبل صلاة العيد وكده. برضه عملت كده في الصينية، هتشوفوها اللي إحنا اشتريناها، اللي أنا جبتها في المشتريات اللي فاتت دي ووريتها لكم. طبعًا جميلة جدًا وتحفة، سواء بقى في التقديم أو في الاستخدام، جميلة جدًا، جدًا. هتشوفوا كده أنا عملت إيه. أنا بقى خلّصت الطبق ده كده، حطيت بقى من كل حاجة. بُصّوا الكحك والبسكوت دوّة بصراحة ماما اللي بتعمله، يعني أنا باروح لها كده في يوم واخواتي وكده كلّنا يعني أنا ليّا أخت بنت واحدة ومرات أخويا يعني. بنتجمّع كده مع بعض وبنعمله. ماما دايمًا يعني ربنا ما يقطع لحد عادة يا رب ويخلّيها لينا، هي بتحب تعمل لنا الكحك والبسكوت في البيت. البوتيفور بقى والغريبة والحاجات دي أنا بصراحة اشتريتها جاهزة يعني. برضه البنات بيحبّوا عندي يعني بيحبّوا البوتيفور والغرايبة وكده، فاشتريت لهم ده جاهز. بصراحة أنا برضه باعمله بيبقى جميل جدًا، بس الوقت، يعني بصراحة كان الوقت ضيّق جدًا وما لحقتش، يعني رمضان بصراحة لمّا بييجي في الدراسة وكده، يعني في حاجات كتيرة ما بنقدرش نعملها. حطيت بقى الصينية دي كده عبّيتها لنا، وبرضه علشان ما اسيبهاش مكشوفة كده، أنا هاغلّفها باللي هو الstretch wrap أو اللي هو السلوفان اللي هو الغذائي ده، اللي هو الstretch wrap أو السلوفا أو الstretch اللي هو بتاع بنغطّي بيه الحاجات يعني الأكل أو الكلام ده. علشان ده يبقى لينا إحنا بقى. بُصّوا أنا عملت كده ده يبقى لنا، يعني حتى لو حد هياخد ممكن بيكشف بس الstretch wrap دوّة وياخد اللي هو عايزه وبيرجّعه تاني. الكلام ده طبعًا بقى عملته من بالليل، يعني يعني كان صباح العيد يوم الوقفة بالليل كده. وحطيت الترابيزة أو هي الصينية الخشب دي على السفرة كده برّه للي عايز. هنا بقى كنا بعد الفجر صليت الفجر الحمد لله يعني، وكنا هنروح بقى صلاة العيد والقهوة بقى الحمد لله يعني هنرجع للقهوة الصباحية بتاعتنا. عملت القهوة ليّا ولجوزي كده، وخدنا برضه يعني حطيت كده الصينية بقى اللي إحنا كنا عاملين عليها البيتيفور والبسكوت والكلام ده، يعني لو حد ياخد حاجة بسيطة كده بس قبل ما ننزل ونروح نصلي العيد. وكمان صوّرت لكم صلاة العيد تحفة، تحفة، يعني بجد كان حاجة تفرح القلب كده يعني، حاجة جميلة جدًا ما شاء الله يعني. هتشوفوها كده معايا. المهم بقى خدت القهوة كده وقعدت بقى شربت القهوة بتاعتي وخدت
بسكوتة، كحكة، حاجة خفيفة كده علشان بقى ننزل لصلاة العيد. طبعًا كان الكل متشوّق لصلاة العيد حتى البنات جُم معايا يعني. بنتي الكبيرة هي اللي ما جاتش، اللي هي في الثانوية العامة دي كانت لسه داخلة تنام أصلًا يعني وإحنا نازلين كده عشان ربنا يعينها يا رب ويوفقهم وينجّح ثانوية عامة كلّهم يا رب. بُصّوا بقى صلاة العيد هنا، أنا هنا رُحت يعني ده يعتبر المكان اللي أنا كنت ساكنة فيه الأول. هو قريب منّه يعني هناك كده، ده بعيد عن المكان اللي أنا ساكنة فيه حاليًا. المكان اللي أنا فيه ما فيش الأجواء دي خالص هناك، يعني الجوامع بتصلّي وما في ما لكن هنا بُصّوا ما شاء الله اللهم بارك، بُصّوا الناس كانت طالعة فوق الكوبري بتصلّي وتحت الكوبري وجنب الكوبري، ده كده يعني كانت الدنيا خفّت شوية، يعني هنا كانت بعد الصلاة، فكانت في ناس بدأت تمشي، وما صوّرتلكوش كتير بصراحة، يعني بصراحة الأجواء كانت حاجة تفرح جدًا، عشان كده أنا بناتي كانوا حابين يروحوا هناك يعني. هنا بقى دي الأجواء قدّام في البيت عندنا يعني، المكان اللي أنا فيه في ناس وفي ناس واقفة بعيدة أهيّة دول أجانب يعني بيبقوا واقفين بيحبّوا كده يتمشّوا شوية بعد الصلاة، بس قدّام البيت عندي زي ما أنتم شايفين كده، الدنيا هادية خالص، فهُم بقى حبّوا يروحوا بقى المكان اللي فيه زحمة ويحسّوا كده بالأجواء وقابلوا طبعًا أصحابهم هناك وكده. بس دي كده أول جزء شاركناه مع بعض، الجزء الصباحي بتاع صلاة العيد ونفطر بالكحك والبسكوت كده، كل سنة وأنتم طيبين يا رب وينعاد عليكم دايمًا بخير يا رب. نيجي بقى للجزء بتاع الرنجة، ده الجزء بقى اللي هو إيه، بعد الضهر كده آمم، لبست بقى يعني عارفين غلّفت نَفْسي كُلّي، لبست الجوانتيات كده ولبست الإسدال يعني عشان بحيث إن أنا ما فيش أي حاجة تيجي عليّا من ريحة الرنجة يعني. فحاولت إن أنا أغلِّف نَفْسي كُلّي، يعني لبست بقى جوانتيات والإسدال ونضّفت كده الرنجة زي ما أنتم شايفين، أنا بافتحها من الضهر بتاعها كده وباطلّع اللي هو السلسلة بتاعتها بتاعة السِل دي وباشيل الراس، وبتبقى كده مخلية وما فيهاش أي حاجة. في جزء طبعًا هاعمله سلطة برضه باخليه كده من الجلد بتاعها زي ما أنتم شايفين، باطلّع منه حتّة من تحت كده تلاقيها بتطلع معاكِ بكل سهولة خالص. بس كده وباقطّع بقى عليها الطماطم والفلفل والطحينة والكلام اللي أنتم عارفينه ده كلّه، باقطّعها كده حتت صغيّرة، وسِبت برضه كام واحدة كده صحيحة كده. كل ما كانت الدلعة دلعة كل ما كانت الرنجة دلعة أكتر أنا باحب يعني أخلّيها صحيحة كده، لو في حاجة حادقة شوية باعملها سلطة رنجة. هي بصراحة كانت دلعة وكانت جميلة، بس خدت 2 كده يعني حادقين بسيط أوي، أوي، عملتهم سلطة الرنجة. لمّيت بقى كل الأكياس اللي كنت باستخدمها والجوانتي والحاجات دي كلّها، عشان أحاول برضه إن أنا ما أزفّرش المطبخ أوي، فلمّيتهم كده كلّهم وخلاص رميناهم، ودي اللي هاعملها سلطة. قطّعت كده بصل قطع صغيّرة جدًا مكعبات صغيّرة والطماطم وحاطة الطحينة والليمونة زي ما أنتم شايفين. الليمون بُصّوا بقى أنا باحطه في الميكروويف بتاع 5، 6 ثواني يطلع لي كده هو عامل في نَفْسه فتحة صغيّرة كده، أكنِّك ماسكة بخّاخ، أكنِّك بتبُخّي الليمون. فبصراحة بقيت أعمل الموضوع ده كده بقى لي كام يوم يعني اكتشفته، كنت حاطاها تترة في الميكروويف خرّجتها لقيتها عاملة لي أكنها بخاخ كده، بقيت أعمل كده بصراحة وبس ما تسيبوهاش كتير في الميكروويف، هي مش هيحصل لها حاجة بس هتلاقوها بتفرقع كده عشان ما تتخضوش، يعني 3، 4 ثواني بس كده هتلاقوها عملت فتحة صغيرة جدًا فيها كده. وهتطلّع كل اللي فيها ينزل مَيّة كده، هتبقى مليانة مَيّة بصراحة. عملت بقى سلطة الرنجة وعملت الرنجة اللي فتحتها دي.
وهنقطّع بقى الطماطم والخيار والبصل والكلام ده كلّه اللي أنتم عارفينه، طبعًا العلبة اللي هناك دي كان فيها الترمس بقى كنت عملت الترمس، بس كده وأعصر على دي ليمون وبس كده، وحطيت عليها شوية زيت برضه، هي ما كانتش محتاجة بصراحة بس عشان تدّيها برضه لمعة أكتر يعني وتبقى طرية كده. ده البصل برضه حطيت عليه ليمون وحطيت عليه خل وحطيت عليه ملح بكمون كده، يعني يهدّي الحمو بتاعه شوية يعني. وبرضه البطارخ كده طلّعتها حطيتها في طبق لوحدها، بس كده. هاحط ملح بكمون كده على البصل وهاروّق بقى برضه الرخام كده هالمّعه على طول بالمناديل اللي هي بتاعة الدهون دي كده على طول كده، عشان لو في أي حاجة برضه طارت مننا كده والّا كده. حمّرت بقى البطاطس وزي ما أنتم شايفين كده مقرمشة، ما باطلّعهاش على مناديل، باطلّعها كده في المصفى دي تفضل مقرمشة معانا، وبرضه هنحط لها شوية ملح بكمون كده بسيط. وده طبعًا أكل العيد، يعني أعتقد كل المصريين بيبقوا عاملين الرنجة في اليوم ده، رنجة وفسيخ بقى طبعًا اللي بيحب الفسيخ يعني، والجرجير بقى والبصل الأخضر، في ناس تجيب بصل أخضر يعني، ده كان الأكل بتاع أول يوم العيد يعني. وطبعًا بعد الرنجة لازم هنبخّر يا إما نحط مُعطِّر، بس ريحة البخور بتفضل أكتر كمان من المُعطِّر بصراحة، باحب كمان يعني بامشي كده وأقرّب كده من المفروشات من الورد، وفي الآخر باحطه في مكان مثلًا قريب من فازة لها ورد عالي مثلًا يقوم ريحة البخور بتطلع عليه فبتفضل ماسكة وقت أكتر يعني. بس أنا بقى خلّصت بقى إيه، يعني عملت الرِنجة ليهم، اللي عايز ياكل واللي مش عايز ياكل، حتى في حد ما يعني ناس مثلًا من البنات يعني ما كلوش معانا وكده، بس الحاجة خلاص جاهزة كده، وأنا بقى خلّصت مهمتي وارتاح بقى، أقعد أرتاح طبعًا شوية، نقعد نرتاح بقى بعد يعني تعب رمضان أنتم عارفين بقى يعني ما كناش بنخرج من المطبخ يعني في رمضان، فقُلت أعمل كده بدري وأخلّص اللي عايز ياكل ياكل، واللي عايز كمان شوية الحاجة معمولة وجاهزة، وأقعد كده أستمتع بقى بتنضيفات العيد وديكورات العيد واللبس العيد وكده يعني. المهم بقى بخّرت كده وحطيت وكل حاجة الحمد لله يعني، ربنا يا رب يجعل بيوتنا كلّها ليّا وليكم يا رب كده مليانة بالخير يا رب، ويحفظنا جميعًا ويفرجها دايمًا يا رب على الدول العربية يا رب كده ربنا يسترها، ويبعت الفرج من عنده يا رب لينا وللدول العربية جميعًا يا رب، يحفظهم ويبارك فيهم يا رب كده ويسترها. حطيت بقى كده سِبت البخور بقى هنا كده يعني عشان ريحته تفضل طالعة كده في الreception عشان ريحة الرنجة تختفي، عشان لو حد جالنا ما يبقاش جاي شامم ريحة رنجة، يعني اللي جاي من برّه بيدخل بيتِك ده بتبقى الريحة ظاهرة له أكتر يعني، بس الحمد لله الريحة كانت اختفت بقى. هنا بقى كنا يعني بعد المغرب بقى كده، كنت هاشرب بقى يعني كنت ريّحت شوية وكده وقعدنا شوية وقُلنا بقى نشرب برضه القهوة بتاعتنا، طبعًا المجات الجديدة مُعجبة بيها جدًا، يعني شربت فيها الصبح وهاشرب فيها آخر النهار تاني، بصراحة ما شاء الله جميلة جدًا، شكلها تحفة. عملت برضه القهوة ليّا ولجوزي كده وهنقعد نشربهم،
ونصلّي بقى المغرب وكده على ما الضيوف اللي جاية تيجي، وباقول لكم المَج بُصّوا مكتوب عليه أصلًا coffee tea يعني كمان الجملة دي عجبتني جدًا، أنا بصراحة ما خدتش بالي إلا بعد ما جِبته من الجملة، أنا ما بصيتش أوي على الجملة، ومرسوم عليه كده حبيبات القهوة، باحب أنا أوي المَجّات اللي بتحسّسِك بالحاجة اللي بتشربيها، اللي بيبقى مكتوب عليها حاجات زي كده، فعجبني جدًا. هنا بقى كان بُصّوا اللي كان جاي أصلًا يعني هو مش حد غريب، بس ماما وبابا واخواتي وكده ربنا يا رب يخلّيهم ويحفظهم، جايين بقى عشان يشوفوا البنات ويعيدوا عليهم وكده، إحنا قابلناهم الصبح في الصالة، بس هُم بقى جايين يعيدوا عليهم وكده، حطيت بقى كده ده كاندي كده جايباه، بس ما باحبش أكتّر في الحاجات دي زي ما أنتم شايفين دول ده كده، طبعًا الأطفال كلّهم بيحبوا الحاجات دي، وكل ما جِبنا أكتر هُم هياكلوا مش هيهمّهم يعني، فما باحبش أجيب حاجات كتيرة منها عشان هي مش مفيدة أوي، حاجة بسيطة بس كده. والسوداني بقى وأجواء العيد بقى السوداني والترمس واللِب والحاجات اللي أنتم عارفينها دي، الأجواء اللي بتحسسنا بالعيد، يعني إحنا ككبار كده الأجواء دي تحسسنا كده بالعيد، نفتكر بقى أيام ما كنا صغيرين وكانوا أهالينا هم بيعملوا الحاجات دي، أيام جميلة بصراحة. الحمد لله ربنا يجعل أيامنا كلها يا رب كده حلوة وبستر ورضا من الرحمن يا رب اللهم آمين. عملت بقى هنا الشاي زي ما أنتم شايفين كده، أنا هاحط الشاي في الترمس، بُصّوا الفكرة دي حلوة جدًا، جدًا، جاي لِك بقى ضيوف كده وضيوف كتير، صحابِك بقى، أهلِك، قرايبِك، اعملي كده الشاي في الترمس وسيبيه، يعني اللي عايز بقى بيصُب وبيشرب، إحنا أوقات بنعمل شاي، نعمل مثلًا 5، 6 كوبايات للي قاعدين، في ناس بتشرب وفي ناس ما بتشربش، وفي ناس بتحب تاخد شوية صغيّرين، فممكن أوقات بيتبقى في الكوبايات، لأ، بس بجد الفكرة دي حلوة جدًا، اللي عايز هيصُب ويشرب. في جزء مثلًا بيبقى عايز بس مش عايز دلوقتي، عايز كمان شوية، فبدل ما كل شوية تفضلي تقومي وتقعدي، لأ اعملي الترمس وحطيه كده جنبكم، اللي عايز هيصُب وهيشرب وهيفضل سُخن معاكِ، وبيبقى كمان طعمه حلو، لمّا بنحط الشاي كده، الشاي في المَيّة السخنة كده ونقفل عليه في الترمس، أصلًا بيبقى طعمه جميل. هنا كنت باشوفه يعني عايز شاي تاني والّا إيه، يعني حسيت إن هو عايز شوية شاي كمان، المهم تقِّلته شوية وحطيت بقى كل حاجة، وكان في بقى برضه طبق الفاكهة برّه، المهم دي الحاجات اللي حطيناها، حطيت بقى اللي هي ضيافة العيد دي، كل حاجة حطيتها، واللي عايز بقى حاجة ياخدها، مش هافضل أقوم وأقعد وأروح وآجي وما أعرفش أقعد مع الضيوف اللي جاية لي، أنا باحب كده أحط كل حاجة، واللي عايز حاجة بياخدها، وزي ما باقول لكم كان طبق الفاكهة برضه كده هو يعني بابقى حاطاه برّه كده على البوفيه، حطيناه برضه معانا، واللي عايز حاجة ياكلها، وكان يوم حلو وساعتين كده 3 قعدناهم مع بعض حلوين، كل سنة وأنتم طيبين، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة بإذن الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.